استمر معكم مشاهدينا في هذه التغطية عبر قنوات بين سبورتس، وأرحب في هذه اللحظات بمراسلنا عمرو فهمي هناك في أبيجان. مرحبا بك عمرو. ما بعد المباراة التي انتهت على وقع التعادل، مباراة القمة في المجموعة الثانية بين المنتخب المصري ونظيره الغاني، كيف هي ردود الفعل؟ وأيضا ما هي آخر أخبار إصابة محمد صلاح؟ مرحبا بك أخي العزيز نابغ. بالفعل يعني بعد مباراة مصر الكثير من ردود الأفعال، انقسام في الرأي يمكننا القول بين داخل المعسكر المصري. هناك حالة من عدم الرضا لأن هذه النتيجة جعلت مسألة صدارة المجموعة مرتبطة بنتائج الآخرين. يعني إذا فاز الرأس الأخضر بعد نحو 3 ساعات أو 4 ساعات من الآن على موزمبيق فسيضمن صدارة هذه المجموعة، وبالتالي لن يتمكن الفراعنة مهما فعلوا في المباراة الأخيرة أمام الرأس الأخضر من تصدر هذه المجموعة. ولكن على مستوى الأداء في أرضية الميدان ربما هناك حالة من الرضا، هناك حالة من الإيمان بشخصية الفريق الذي واجه موقفين غاية في الصعوبة. الموقف الأول هو إصابة صلاح، وبعدها مباشرة قبول الهدف الأول قبيل الاستراحة. نجح المنتخب في العودة في النتيجة، الموقف الثاني هو قبول الهدف الثاني المنتخب الغاني بمجرد إدراك التعادل. ومع ذلك أظهر الفريق شخصية كبيرة جدا حتى في غياب صلاح. يعني كان كل اللاعبين في المستوى، البعض يرى حتى أن اللاعبين استشعروا المسؤولية أكثر في غياب صلاح وظهروا وقدموا أفضل دقائق اللعب التي قدموها هنا في أبيجان منذ بدء البطولة حتى الآن. فيما يخص إصابة صلاح، الجميع يترقب نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب قبل قليل، لكن المؤشرات الإيجابية تشير إلى أنها مجرد تقلصات أو آلام في العضلة الخلفية، وهذا هو ما نتمناه في انتظار فقط التأكيد الرسمي، على اعتبار أن صلاح كان ذكيا حينما سقط على أرضية الميدان. هو طلب التغيير مباشرة بمجرد شعوره بالآلام، لأنه ربما لو تحمل أكثر من ذلك لا تطور الأمر إلى تمزق في العضلة الخلفية، وهذا هو السيناريو الأسوأ الذي كان سيبعده عن البطولة حتى نهايتها. إذا طلب صلاح التغيير مبكرا. يبدو وكأنه إن شاء الله يعني مبشر بأن الإصابة ليست كبيرة، ربما تؤثر فقط على مشاركته في المباراة المقبلة أو حتى على بدئها تحديدا مباراة الرأس الأخضر. ويعني نتوقع إن شاء الله أن يكون في قائمة المباراة ما لم تظهر الفحوصات الطبية غير ذلك، ولكن المؤشرات الأولى تبدو إيجابية، ونتوقع أن يكون صلاح إن شاء الله مستمر مع المنتخب المصري في هذه البطولة. فقط الأنظار متعلقة بمباراة موزمبيق والرأس الأخضر، لأنها كما قلنا تؤثر على المجموعة، على سير المجموعة بشكل كبير. إذا فازت الرأس الأخضر سيحسم منتخبها صدارة هذه المجموعة، أما إذا فازت موزمبيق فستشتعل المجموعة وستفتح كل السيناريوهات على مصراعيها. سنرى إذا ماذا سيحدث في هذه المباراة التي ربما تحظى بأهمية أكثر بكثير مما كان يعتقد لها، خصوصا وأن كل الترشيحات في بداية البطولة كانت تصب لصالح المنتخبين المصري والغاني في هذه المجموعة. تطور الكرة الإفريقية واضح في هذه المجموعة. عمرو فهمي زميلنا العزيز، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل من أبيجان. حسم المنتخب النيجيري مواجهة هذا، وأبدت الجماهير المصرية عدم رضاها بعد إخفاق الفراعنة في تحقيق انتصار للمباراة الثانية على التوالي، حيث وجهت عدة انتقادات لطريقة اللعب واختيارات التشكيل، لكنها لا تزال تتمسك بقدرة المنتخب على تحسين الأداء وبلوغ الدور المقبل من إفريقيا. عندنا ضعف في الدفاع والحركه مش هي، يعني اللي هو في بطء في التحضير والكلام ده. في الشوط الثاني احنا شفنا اللي احنا فيه سرعه لما غيرنا الطريقه بتاعتنا ونزلنا حد في خط النص عشان خاطر يقدر يمسك كوره ويقدر يلعب للامام، وتريزيجيه ولما نزل ومرموش النهارده هايل جدا. فالحمد لله ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب باذن الله. هو مبروك على التعادل بطعم الخساره. المدرب تاني ماتش هو السبب، تشكيل غلط، واخد بال حضرتك، تاخر في التشكيل قوي. المنتخب الغاني اقل مننا، ينزل صانع العاب، يركز شويه، المساعدين بتوعه ما بيساعدوش، والحمد لله على التعادل. والامل ضعيف الحمد لله، يعني نطلع ثالث. والله الاداء المنتخب النهارده مش كويس ولا الماتش اللي فات، لان في برضه في التشكيل في مشاكل يعني، وبرضه لازم فيتوريا يعني يراجع نفسه في الحته بتاعه الدفاع. يعني ان شاء الله نكسب الماتش الجاي، يبقى تعديل الماتش اللي بعديه على اساس نعادل ما بين ده وده. المفروض الماتش المنتخب الماتش الاولاني ان احنا كنا كسبناه على اساس نقدر نجيب حاجه دي، يبقى 3 بونت معانا.
لكن بالنسبه لماتش زي كده حرام يعني تعمل فينا كده، ده تعب اعصاب لينا يعني. مش عارف يعني الماتش من اوله وفي لعيبه ما اتاخدتش كانت تستاهل انها تيجي. لا والله الاداء كويس، هم كانوا خايفين من بعض بس الاول. الشوط الاولاني كان مش حلو، الشوط الثاني بقى فيه لعب فيه كوره، بس شايف ان المنتخب احسن وكل اللعيبه لعبت وكلهم ادوا اداء قوي جدا، ومحمد صلاح برضك ضغوط عليه فما عرفش يلعب. ربنا يكرم الماتش اللي جاي، وكل لاعب في الفريق المصري قد الفانيلا بتاعت منتخب مصر، وربنا ييسر ان شاء الله. بص، هو احنا طبعا بنقول الحمد لله طبعا على الماتش وكل حاجه، بس هو المنتخب فيه احسن من كده واحنا منتظرين الاحسن من كده. المفروض في حاجات كتير لازم تتغير في المنتخب. الدفاع اولا في مشاكل، ما ينفعش اللي بيحصل ده، اخطاء الدفاع والكلام ده لازم يتغير. المنتخب المصري نجح في الوصول إلى نقطته الثانية حتى الآن بعد تعادله مع نظيره الغاني الذي حصل على نقطته الأولى بعد خسارته لمباراة الجولة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر الكاب فيردي. كابتن محمد، برأيك هذه النتيجة لمصلحة من؟ أم علينا انتظار نتيجة مباراة اليوم بين منتخبي الرأس الأخضر وموزمبيق لنعرف لمن كان هذا التعادل مفيد؟ هو علينا أن ننتظر، ولكن يبدو أن حظوظ الرأس الأخضر أكثر. العديد من المتتبعين سواء كانوا محللين أو الفنانين لم يشاهدوا الرأس الأخضر أمام غانا، وحقيقة لأنه انشغال الناس يمكن بمباراة الكلاسيكو الأسباني في نفس التوقيت، ولكن من حظي بهذه المباراة رأى أن هنالك منتخب قوي جدا اسمه الرأس الأخضر يقدم مستويات رائعة أمام منتخب كبير واسم كبير في القارة الأفريقية، فبالتالي نجح المنتخب في أنه يحصل على 3 نقاط الأولى ويتصدر هذه المجموعة الصعبة جدا. منتخب مصر، منتخب موزمبيق، منتخب غانا ليسوا أبدا بالمنتخبات السهلة. المنتخب المصري هنالك عدم رضا من الجمهور، لأن المنتخب المصري والفرقة المصرية الكبيرة تعودت على الانتصارات، تعودت على البطولات، ولكن ما عاب هذا المنتخب في هذه النسخة في أنه يمكن هنالك بعض عدم القدرة على الإدارة الفنية، نقدر نقول الإدارة الفنية للمنتخب. المدرب لم يستطيع أن يدير المباريات بالذات في بداياتها في التشكيل الأنسب لإدارة المباراة. نجد أنه دائما العودة في الشوط الثاني، وهذه محمدة للمنتخب المصري بالتغييرات التي يجريها المدرب، وهذه أيضا نقطة إيجابية تحسب له، ولكن بداية المباراة بالتشكيل الأنسب، بالطريقة الأنسب، بطريقة اللعب، بالاعتماد على قدرات اللاعبين، نجد أنها تغنيك عن العودة في الشوط الثاني، لأنه ليس كل وقت أنك تتحصل على أخطاء كما تحصل عليها المنتخب المصري أمس الأهداف التي سجلها المنتخب المصري لم تكن بنتاج صناعة تلعب من وسط الملعب، ولم تكن بنتاج مجهودات بذلها، ولكن المجهودات التي بذلها يمكن عدد بسيط من اللاعبين في الضغط العالي الشرس نتج عنه هذه الأهداف. سنتواصل كابتن محمد، ابقى معنا، اعتذر منك، سنتواصل وسنتحدث.